السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. مين زي كده عندها بواقي كنافه من رمضان؟ لو عند حضرتك كيس كنافه مستخبي كده في الفريزر، يلا الحقي خرجيه وتعالى اقولك تعملي احلى وصفه بيه. هنعمل احلى صينيه كنافه هتنافسي بيها المحلات كمان. يلا بقى عشان نشوف الجمال ده اتعمل ازاي. يلا بقى عشان احنا ايه مستعجلين. معانا هنا نص كيلو من الكنافة. طبعا الكنافة كانت في الفريزر، فبتبقى سهل جدا ان حضرتك تكسريها او تفككيها من بعضها. فككتها كده او كسرتها بايدي. بعد كده بقى حضرتك عايزة تحطيها في الفرن، حطيها في صينية ومعلقة من اي مادة دهنية سمنة او زيت، وحطيها في الفرن. بس انا بقى عملتها على البوتاجاز. حطيت معلقتين كده من السمن، اي سمن انا، بس لو يفضل يعني تكون سمنة بلدي، مش متاح اي نوع سمن. حطيتهم كده في حله وحطيتهم على النار وقعدت اقلب كده باستمرار. حلو، قعدت اقلب باستمرار دي. قعدت اقلب لحد بقى ما هتبتدي هتدخل بقى في اللون الذهبي. نزلت عليهم بمعلقتين من السكر البودر. حلو قوي، بتوحد اللون. وكمان لاني هكتفي بالسكر البودر ومش هضيف سيرب او شربات. خلاص كده خلصنا الكنافه، هنركنها على جنب تبرد. وهنبتدي بقى نعمل الكريمه بتاعتنا. معانا هنا كوبايه من الكريم شانتيه الخام، وربع كوبايه او يعني انا كان عندي 3 معالق من الباستر كريم. بتدي غناوه وطعم حلو قوي للكريمه بتاعتنا. ومعلقتين، لان دي طبعا خام، معلقتين من السكر البودر. وهنا ضفت كوبايه وربع من الميه على الحليب، طبعا المثلج او البارد جدا. وطبعا ضربت كويس جدا. احنا عايزين هنا القوام ما يبقاش اللي هو القوام السميك قوي، احنا عايزينه كده يبقى خفيف شويه. وهقول لكم ليه. ضربنا كويس جدا، حضرنا الكريمه بتاعتنا. الكريمه دي خطيره، وممكن انا نسيت رشه بسيطه من الفانيليا، بتفرق برضو في الريحه كمان والطعم. خلاص انا جبت بقى اكياس الحلواني دي، وابتديت ان انا احط فيها الكريمه بتاعتي. وهنا الكنافه كانت بردت، وهنا المانجا دي كانت عندي اللي احنا مخزنينها مع بعض. بجيبها وهي مجمدة، بقشرها وبقطعها وبحطها في مصفى تتصفى تماما، وبتبقى كأن حضرتك لسه جايباها. خلاص هنا. وفي كمان صوصات هنستعملها، وهقول لكم اسم شركة الصوصات دي، انا اول مرة استعملها بصراحة. خطيرة خطيرة يا بنات. بجيب حضرتك ممكن تجيبي كبات صينية، انا استعملت هنا صينية اللي هي البايركس. نزلنا بقى بأول طبقة من الكنافة، طبقة بسيطة كده من الكنافة. وطبعا بنكتفي بالسكر البودر اللي احنا كنا حاطينه واحنا بنحمر. وهنزل بطبقة محترمة كده من الكريمة اللي احنا عاملينها. هنبتدي بقى نوزعها عادي، حتى لو طبقة من الكنافة جت مع حضرتك ما تقلقيش، يعني هي كل ده هيتدارى ومش هيبان. انا هنا هعمل نصها مانجا والنص التاني هقسمه للصوصات اللي قلت لحضراتكم عليها. بسم الله ما شاء الله، الصوصات دي خطيرة. انا جبت 3 معالق من صوص البيستاشيو، حطيت عليهم 3 معالق من الزيت من غير اي حاجة وقلبتهم. ادت القوام اللي حضراتكم شايفينه ده. وبرده نفس القصة اللي هو بديل النوتيلا، كأن حضرتك فعلا نوتيلا نوتيلا يعني. 3 معالق من بديل النوتيلا مع 3 معالق من الزيت وقلبتهم، وكان الصوص الخطير ده. عملت نصها مانجا والنص التاني قسمته 2. انا عملت موضوع الشاليمو اللي حضراتكم شايفينه ده، ممكن تستغني عنه يعني، بس انا عملته عشان بس الصوصات ما تجيش على بعض. واول طبقه حطيتها، وحطيت الكريمه وحطيت المانجا وحطيت الصوصات. ونزلت بتاني طبقه من الكنافه. طبعا هنا كنت شلت الشاليمو لاني حطيتها في التلاجة ربع ساعه بس تماسكت. ورجعنا بقى عملنا الطبقة التانية، حطيت طبقة من الكنافة وطبقة من الكريمة. وجبت نفس زيت الشاليموهات وقسمتها، عملت نص بالمانجا لان اللي عندنا الاغلبية يحبوا بالمانجا. والنص التاني قسمته ربع وربع، اللي هو ربع صوص البيستاشيو وربع صوص النوتيلا. الشركة اسمها ايه يا بنات؟ الشركة اسمها تشيسكو او تشيسكو بصراحة، يعني هي الاسم يا رب يكون صح. بس بجد منتجاتها خطيرة، وبتمنى تجربوها زي ما انا جربتها. وبس خلاص بقى انا هنا جرنشت كده بكريم شانتيه كان باقي عندي، وحطيت شوكولاتايه كده. وعلى البيستاشيو عملنا الفستق الكذاب اللي احنا كنا عاملينه مع بعض، فستق القمر اللي ما بيكذبش ده. ونعناع عندي برضو حطيته. وطبعا المانجا نسيت اقول لكم ان انت بقى بعد ما تخلصي الكلام ده بتجيبي معلقه من السيرب، معلقه من الجيلي لو عند حضرتك جيلي التلميع، وتحطي، ما عندكيش يبقى سيرب تحطيه كده عشان تفضل محتفظه باللون بتاعها، ما تغمقش من حضرتك. وبتمنى تجربوها، كل حاجه كده بتعمليها في بيتك كفايه، بس بتبقى انضف. وبتوفري، اكيد بتوفري، لان الصوصات دي بتستعمليها كتير في حاجات بجد بتقعد معاكي يعني. خلاص كده خلصنا. بتمنى يا رب تعجبكم، ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.